فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، السيدات والسادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس، السيد رئيس مجلس المستشارين، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة أعضاء مجلسي البرلمان، يسعدني باسم أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أن أرحب بكم فخامة الرئيس في برلمان المملكة المغربية ضيفا كبيرا لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وإذا كانت زيارتكم فخامة الرئيس للمغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة أعزه الله تجسد تلك العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة متعددة الأبعاد والمجالات التي تجمع الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، فإن استقبالكم هنا تحت هذه القبة بالذات يكتسي أكثر من رمز، وهو في جزء منه عربون على أن البلدين يتقاسمان قيما نبيلة عديدة، ويتعلق الأمر بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والحزبية ودولة القانون والمؤسسات المنبثقة عن الانتخابات الحرة. فخامة الرئيس، أغتنم مناسبة استقبالكم في قلب المؤسسة التشريعية المغربية لأذكر أولاً بما ورد في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث عبر جلالته باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي عن أصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا على الدعم الصريح لمغربية الصحراء والاعتراف بسيادة المملكة على كل تراب الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة. وإنها مناسبة لنا أيضا نحن منتخبي الشعب المغربي للتعبير لكم عن وافر الشكر والعرفان على هذا الموقف المنتصر للشرعية التاريخية، مؤكدين لكم أن المكونات الممثلة في البرلمان المغربي ومن خلالها الشعب المغربي قاطبة ستظل تذكر لكم هذا الموقف الحكيم المنتصر للحق والشرعية، كما أكد ذلك صاحب الجلالة، إذ الأمر يتعلق فيما يخص الوحدة الترابية للمملكة بقضية مقدسة ووجودية بالنسبة للمغاربة. فخامة الرئيس، يعتبر برلمان المملكة المغربية الذي يتشرف باستقبالكم اليوم أحد تجليات النضج الذي حققته الديمقراطية المغربية والإصلاحات التي تراكمها المملكة، مؤسسة لنموذج ديمقراطي أصيل ومتأصل يؤطره دستور متقدم تحرري عصبه كفالة حقوق الإنسان والحريات والتعددية والتنوع باعتبارها شروطاً للتقدم والتنمية والاستقرار. والبرلمان المغربي الذي يستقبلكم اليوم هو الذي يتشرف بأن تربطه علاقات تعاون وحوار، ويقيم منذ سنوات توأمة مؤسساتية مع الجمعية الوطنية الفرنسية ومع مجلس الشيوخ، وهو ما ييسر تقاسم الممارسات الفضلى وتبادل الزيارات والحوار في سياق ما أحوج الديمقراطية المؤسساتية إلى روافد تعززها وترسخ ثقة المواطنين فيها. أجدد الترحيب بكم فخامة الرئيس، وأدعوكم للتفضل لإلقاء خطابكم. شكرا سيد الرئيس.
Monsieur le Président de la Chambre des représentants, السيد رئيس مجلس النواب، Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, السيد رئيس مجلس Monsieur le المستشارين، chef du gouvernement, السيد رئيس Mesdames et Messieurs les الحكومة، parlementaires, السيدات والسادة، Mesdames et Messieurs les السيدات ministres, والسادة البرلمانيون، Mesdames, السيدات Messieurs والسادة les الوزراء، السيدات والسادة السفراء، الأصدقاء الأعزاء. à l'heure de m'exprimer devant في vous, هذا الوقت الذي أتوجه فيه إليكم أدرك a venu s'inscrit dans une histoire séculaire مدى qui a tissé هذا entre nos deux التاريخ nations الذي تم une véritable النسج communauté de فيه مصيرا un dialogue مشتركا، qui remonte à la nuit. حوار يعود إلى عصور Impossible de citer قديمة. toutes les ambassades لا envoyées de أستطيع part et d'autre de هنا la أن أتذكر Méditerranée كل السفراء depuis la الذين Renaissance, جالوا ضفتي المغرب منذ عصر les النهضة، récits d'exploration, les الاتفاقيات، romances entrecroisés, الروايات comme ce corsaire de Salé, Abdallah Ben على Aïcha, qui fut envoyé à غرار Versailles pour demander la main de la fille du roi القبطان Soleil. ذلك البحار المهم، وإدريس الحمراوي الذي قدم للسلطان محمد الرابع نبأ الانتصار. وكان هناك أيضا السفراء بشأن التجارة وأمن البحر، ولكن كان هناك أيضا الفنانون حيث الذين كانوا يتوجهون إلى المغرب بنظرة قوية، دولاكخوا، ماتيس، ماجوريل، وكل الفنانين والرسامين الرحالة الذين نظروا إلى المغرب باحترام وإعجاب. نعم، نحن ننتمي إلى هؤلاء، وهم الذين ينيرون ذاكرتنا المشتركة. نعم، إن كانت هناك بعض التعاملات غير المتساوية، وعصر أيضا الانتدابات، والمغرب لم ينأى عن تلك أعمال العنف للفترة الاستعمارية. وبعد ذلك كانت هناك اتفاقات واتفاقية فاس، وتم التأكيد على وجهة النظر، وكان آنذاك أيضا هناك رجال يسعون إلى احترام وأيضا حب هذه الإمبراطورية القديمة والعريقة. من بين هؤلاء لوي ماسينيون، جان بيرك، وإلى حد ما هوبير ليوتي. ولكن مع ذلك الجمهورية كانت عمياء بشأن ما كان يحدث لدى الشباب المغربي والذي سيمثله لاحقا محمد الخامس. وبعد ذلك هؤلاء الرواد الذين شكلوا لجنة فرنسا المغرب مع فرانسوا مورياك وفرانسوا ميتيران، وقاموا بدعم مع أميدي لوفيرف من أجل بناء كنيسة مدلين من أجل تحرير المغاربة. هذا هو التاريخ. التاريخ يستذكر أيضا شجاعة ماروك بريس أنطوان مازيل في عام 1954 من أجل إعادة السلطان الذي تم نفيه إلى مدغشقر، وكل هؤلاء الأحرار الذين سيمهدون الطريق نحو المستقبل. نعم، هؤلاء الأحرار مع جاك بيرك في إطار الوجدان الفرنسي في مركز جان فيدرين الذين سيقوم بوضع الأسس الأولى في هذا المجال. نعم، احتاج الأمر إلى مسؤولين أساسيين مع السلطان محمد الخامس قبل أن نعود إلى المنطق والعقلانية. وأن عام 1955 إعلان سان كلو بدأ عهد جديد. نعم، آنذاك المغرب وفرنسا أبعد عن شعبهما حرب السنوات العشر في الهند الصينية، وأيضا السنوات الطويلة للحرب الجزائرية، وبالتالي تم التأكيد على هذا التاريخ بين البلدين، وهذا سمح لفرنسا والمغرب تجاوز هذه الجراح التي تعود إلى
الفترة الاستعمارية. عندما تعود فرنسا إلى الماضي، إلى هذه العلاقات في السنوات 80 الماضية، تشعر فرنسا بالامتنان لكل هؤلاء الرجال الذين جاءوا من المغرب، الذين جاءوا إلى فرنسا لتحرير فرنسا في منطقة بروفنس في وادي دورون، وحيث أيضا كل قوات فرنسا الحرة التي التزمت. وفي كل مكان كانوا هؤلاء المواطنين بزيهم وبأسمائهم المختلفة دفعوا دماءهم من أجل حريتنا. وكذلك عندما قال جنرال دوغول واعترف بسلطان محمد الخامس كما قلت ذلك في مقبرة سان غافائيل، أريد هنا مجدا أن نعبر لهم عن احترامنا وعن امتناننا. إذن تلك التضحيات وتلك الحروب، ولكن كانت هناك أيضا فترة لقوى الحية من أجل السلام، عشرات الآلاف من المغاربة الذين ساهموا بعد الحرب في بناء فرنسا وفي نشاطها الصناعي. عاصمتنا، مناطقنا، مدننا، مرسيليا، ليون وتولوز، لافغ ومونبلييه، ليل، ميس، غرونوبل ومدن أخرى، كلها شاهد على ذلك، كلها شاهدة على ذلك من خلال هذه الجاليات المغاربية التي تعيش فيها والتي تشارك في حيوية فرنسا في هذا القرن. نعم، الكثير من المنتخبين والرواد الأعمال والرياضيين من خلال أسمائهم وقيم الروحية، كل هؤلاء يمثلون ما قدمه المغرب لفرنسا حتى تصبح فرنسا على حالها اليوم. هنا في المغرب فرنسا بقيت منذ استقلالها الشريك الوفي لهذا المجتمع. أن الجالية الفرنسية الحاضرة هنا بكل تنوعها هي الأكثر عددا في أفريقيا. هناك أكثر من 44 مؤسسة في عدد كبير والآلاف من المغاربة، معظم من المغاربة عفوا. كل المؤسسات الموجودة في هذه البلاد تستضيف كل من يبحثون عن أفق لتعلم اللغة العربية، للذهاب إلى فرنسا للدراسة أو للتواصل مع الفنانين والنقاش. ونعم، وهنا أيضا أريد أن أؤكد أكثر من 5 مليون فرنسي يأتون كسياح إلى هذا البلد. نعم، في كل زمان وفي كل مكان عندما نتحدث عن فرنسا والمغرب علينا أن نرى بأن نحن أليفون، لسنا غرباء عن بعضنا البعض. ليس فقط لأن سنوات الأندلس كانت إسبانيا بلد تبادل مع ثقافتكم في إشبيلية والجنوب، كلها شهود على هذه الأعمال، ونحن نستذكر هنا في مخيلتنا كل ذلك. نعم، نرى كل هذه الأعمال التي هي تمثل هذا الحب الفرنسي المغاربي كانت موجودة في الأندلس، ليست أوروبا وليست مغاربية، هي مزيج في هذا البلد من المال والذهب. وأستذكر هنا مقولة أراغون، حيث هناك الأغاني والأهازيج والمدن، وحيث الرياح تحمل عطر والروائح الطيبة. نعم، فرنسا طلعت دائما بدور مهم كمعبر نحو أفريقيا ملموسة. نعم، وبالنسبة للقراء الفرنسيين للكتاب من أصول مغربية وفرنسية، بعضهم حاضر، أستطيع أن أستذكر عرض الطفل العابي ليلى سليماني، طاهر بن جلون، والحائز على جوائز فرنسية مرموقة. نعم، هذا هو أثر الأدب الواقع المغربي المعقد الثري
الجوهري والمتناقض أحيانا هو موضوع كبير. هذا ما قاله طاهر بن جلون، ويعطي أيضا هذه السرية لهذه الحيوية المهمة. وفي هذا الوقت مع جلالة الملك محمد السادس قررنا كتابة كتاب جديد معا. أريد أن أتشاطر معكم يقيني بأن هذه العلاقات ستتعزز. وفي هذا المجال أريد أن أشكر جلالة الملك على كلماته القوية التي عبر عنها في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إزاء فرنسا في هذا المكان. إحدى أعرق الممالك في العالم، المملكة المغربية تتقدم بثقة. هذه الثقة بنفسها وبمالكها، أن هذه الثقة بالتاريخ وبهذا الشباب الذي يود مواكبة انبثاقها. أنتم أيضا تمثلون شعبا من خلال إرادة الملك يؤكد على التنوع، الحوار، التسامح، لتكون قيما داخل الدستور وداخل المؤسسات. إن إسلام التسامح الذي ينادي به أمير المؤمنين جلالة الملك يمثل تحديا لكل أشكال التطرف. هذا الغنى في المغرب وهذا التنوع في عالم تسود الحروب واللا تسامح. هذه هي القيم التي تتقاسمها فرنسا بقوة والتي تؤكد على النهوض بها في أوروبا كجهة فاعلة على المسرح الدولي، ولكن من خلال بقائه بوتقة للتنوع الثقافي والفني والفكري، وبفضل كل أولئك الذين ساهموا في ذلك. 25 عاما مضت منذ أن اعتلى الملك محمد السادس العرش في إطار أعرق السؤالات في العالم وأحد وجوه التقدم التكنولوجي والصناعي أمامنا. وخلال 25 السنة القادمة هناك كل التحديات وكل الإمكانات من خلال التأكيد على هذه العلاقات، علاقات صداقة. في هذه الذكرى أرى في ذلك فرصة لا بل ضرورة لكتابة هذا الكتاب الجديد من أجل مواجهة هذه التحديات. هذه فرصة وواجب استراتيجي أن نقوم بالبناء بين بلدنا، ولكن أيضا بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب والمنطقة المغاربية وأفريقيا، أن نقوم بكتابة مشروع من أجل التأكيد على إمكانية أفق جديد للأمن. وقيل الكثير في هذا المجال في إطار يوروميد أو الاتحاد من أجل المتوسط من بين مبادرات أخرى. وعلينا أن نؤكد هنا بأن الثمار لم يتم الوصول إليها بسبب الاضطرابات في شرق المتوسط وما حدث في ليبيا وفي منطقة الساحل وفي المنطقة المغاربية. وبالتالي فإن هذه الفترة هي حافلة بالمسؤولية وبالأمل الجديد. المغرب وفرنسا من مصيرهما إرساء شراكة استثنائية معززة بين بلدينا، وأن نقترح للأجيال القادمة خلال 25 القادمة هذا الكتاب الجديد ببصيرة بشأن الماضي، ولكن متوجهين نحو المستقبل. وهذا الفضاء يجب أن يكون نظاميا، كل الشركاء يقبل أن يكون ضامنا باحترام والتزام. أفكر بالهجرة غير النظامية وضرورة تنظيم سلس في المجال القنصلي. الكل يدرك هنا بأنها مسألة ثقة متبادلة. هناك توقعات من التطلعات لدى الفرنسيين، نحن نطلع إلى المزيد من النتائج، ونفكر هنا فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة جميع أشكال الإتجار التي تؤثر على مجتمعاتنا وعلى دول
دولنا. مكافحة الإرهاب أيضا الذي يجب أن يستمر في اتحاد ديننا، ومكافحة الجريمة المنظمة أيضا، ولا سيما ضد المتاجرين مهربي المخدرات. ونحن بحاجة إلى عمل قضائي عن كثب وأوثق. نحن نعم الناضلة معا من أجل بناء فضاء مضبوط للأمن والسلامة. هذه الأعمال من شأنها أن تسامح في هذه الشراكة الاستثنائية من أجل الدراسة والعمل عدة أيام، عدة أشهر، عدة سنوات، من أجل نسج العورة بناء على إطار واضح طموح قائمة على قواعدنا المشتركة للسماح بانتقال الرجال والنساء والسلع ورؤوس الأموال، من أجل السماح بالأفكار والمواهب أن تتنقل بأريحية. يجب أيضا أن تكون فرصة لإعطاء المتوسط مهمتها الأساسية لتكون همزة وصل. إن لم نقم بذلك وإن لم نخيل ذلك وأن فقط قمنا بالتعامل مع التدفقات البشرية، هذا يعني بأننا نتنازل ونخنع ونكون في موقف سلبي. ليس هذا المستقبل الذي أريده لفرنسا، لأن فرنسا هي كبيرة وعظيمة عندما تفكر بأكبر من طاقتها. ونفس الشيء وأنا متأكد بأن هذه الرؤية تتشاطرها المغرب مع بلدنا، وكانت فرنسا دائما إلى جانب المغرب من أجل مواكبة ديناميكيتها الاقتصادية والاجتماعية في مجال التربية والتعليم العالي، ولكن أيضا في هذا المجال فيما يتعلق بالشركات الفرنسية الكثيرة التي وثقت بالمغرب. وهذه الشركات التي تجعل من فرنسا أول مستثمر أجنبي في هذا البلد أول جهة تقوم بخلق فرص العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالوكالة الفرنسية للتنمية، والمغرب هو الشريك الأول لها في العالم، وفي استراتيجية واضحة لنموذجكم للتنمية. وأيضا فيما يتعلق بالمشروع الرائع الذي أوليتم من خلال هذا المشروع الثقة فيما يتعلق بتطوير المغرب فيما يتعلق بطرق طرق الحدية السريعة. نحن نواكب هذا أيضا فيما يتعلق من أجل التأكيد على خلق فرص العمل بالنسبة لشبابنا. غدا أنا سعيد من خلال المبادرات وبعض الظهر من خلال التبادل مع قطاع ألعاب الفيديو، حيث نقوم بإطلاق دورات تدريبية بدعم من مدرسة إليزار، ولا سيما في منطقة صناعة ألعاب الفيديو التي الذي يريد المغرب أن يساهم فيها. وأريد في هذا المجال أن أتحدث عن البنية التحتية، عن الطاقة وكل القطاعات التي تجعل من الحياة مستدامة فيما يتعلق بمعالجة المياه النفايات والتعليم العالي. نعم، شبابنا وجامعاتنا وشركاتنا تريد العمل المزيد في هذا المجال. أريد هنا في مجال نحن نبقى فيه متنافسين، هذا المجال هو كرة القدم. نعم، لأن كلنا نعشق كرة القدم. إن مباراة كرة القدم بين فرنسا والمغرب بعام 2022 تبقى دامغة في الذاكرة في عام 2022. نعم، لاعبيكم يشكلون ولعا لبطولتنا، وهي ربما تقوم بالتقارب بين أسهل من التقارب بين باريس سان جيرمان وفريق مارسيليا. وأتمنى بأن استضافة المغرب لكأس العالم نهاية كأس العالم عام 2030 أن تكون فترة للتقارب بيننا ولنشعر بكل هذه المشاعر الجياشة من جديد في هذا المجال. نعم، في كل هذه المجالات وفي المجالات الأخرى طموحاتنا واضحة، أن نطور معا شراكات استراتيجية من خلال التأكيد على التكنولوجيا والاقتصاد والفن ومجالات أخرى.
نعم، من أجل أن نفعل الأفضل، ولكن أيضا أنا على قناعة بأن تعزيز مصيرنا في المجالات الأساسية من شأن ذلك أن يعزز تمسكنا بالمستقبل بين ضفتي المتوسط. تحديات هي كبيرة في تغير كبير في هذا المجال كما تعرفون وكما أعرف. ليس هناك مستقبل لأطفالنا إن لم نستطع النجاح في الانتقال في مجال الطاقة ومكافحة الاحترار في باريس في عام 2015 وفي المغرب في مراكش من خلال استضافة مؤتمرات المتحدة للمناخ. بلدان طلع بدور أساسي وبارز على المسرح الدولي. إن هذا الالتزام الذي نستمر فيه. وأريد هنا أن أشيد بالعمل الصارم الذي تقوم به في مجال المياه والتكيف. أعتقد بأن القليل من البلدان الذين واجهوا هذا التحدي بكل هذه الحماسة وكل هذا الابتكار والاستراحة. إن طرق المياه وسياسات تحلية المياه في مدنكم من أجل مواجهة التحديات الزراعية وأيضا التحديات التي تواجهها المدن، وهذه التحديات ما تنفك تزداد. هذه المدن التي تستقبل الكثير من السكان والكثير من الشباب، إن الوصول إلى المياه ومياه الشرب ومياه السقاية هو أمر ضروري. والمغرب في هذا المجال يستطيع أن يعلم الكثير باقي أنحاء العالم. وبالتالي فإن الطرقات السريعة إذا جاز التعبير المائية من شأنها أن تساعدنا في هذا المجال من أجل السيادة. في مجال الطاقة المغرب لديه موارد فريدة في مجال السدود توليد الكهرباء المائية، وأيضا هناك الكثير من مزارع الطاقة الشمسية والهوائية. وبالتالي يمكن للمغرب أن يكون طرفا فاعلا لمصادر الطاقة المتجددة سواء فيما يتعلق بالطاقة الخضراء. تستطيعون تخفيف غاز الكربون في صناعتكم، وتستطيعوا أيضا أن تقدموا بصورة تكميلية من أجل تقديم وتزويد أوروبا بهذه الطاقة. أعتقد أيضا بأن مستقبل المتوسط يمكن أن يمر عبر هذا ممر الهيدروجين لتوليد الكهرباء الذي سيربط بين بلدينا. وهذه الطرقات الجديدة هي عبارة عن محاور أساسية للنمو في طرفي المتوسط. نعم، هذا مفتاح أساسي في مجال المنافسة، وإن اتفاقات التجارة الحرة من أجل بلدينا، وهناك فائدة للبلدين. وهذا الأمر سمح بجعل من المغرب منصة أساسية للصناعة الأوروبية والفرنسية في المرحلة الجديدة من العولمة التي نعيشها منذ فترة الجائحة. وفي الوقت نرى بعض السياسات غير التعاونية من بعض الأطراف والتي من شأنها أن تتعزز في المستقبل. وبالتالي فإن سلاسل القيم هي تشكل مسألة أساسية بالنسبة للتنافس. بالنسبة لفرنسا وبالنسبة لأوروبا نحن نفكر بصورة مستدامة من أجل دمج سلاسل القيم بين أوروبا وأفريقيا. هذا مفتاح أساسي في هذه المناطق الجيوسياسية الكبيرة من أجل مكافحة التشتت التجاري، حيث بعض الأطراف قررت ذلك أصلا. إذا أسس التعاون هذه يجب أن تكون واضحة، عقلانية، مستدامة وعادلة. بالنسبة للشركات الفرنسية هذا يعني أن تعمل مع المغرب وفقا للمصلحة المتبادلة، آخذين بعين الاعتبار الخدمات والجوانب الصناعية. هذه المجالات الاستراتيجية ستكون في صميم اللقاءات الأعمال الفرنسية المغربية التي سأختتمها بعد ظهر اليوم. وأنا أعرب عن
الافتتاح للمشروعات وأيضا للتوقيعات، بالإضافة التي وقعناها البارحة 21 اتفاقا من طرفي المتوسط. نحن على قناعة بأن رأس المال البشري سيكون الأمر الرئيسي لمواجهة كل التحديات، وبالتالي فإن مسائل التربية والتعليم العالي والتأهيل المهني هي أساس السياسات العمومية لبلدينا. إن المغرب وفرنسا تندرجان في هذا المكان في إطار فرانكوفونية حديثة، وهذا ما قمنا بالاحتفاء به في فيلا كوتري، وهذا أيضا فرصة لشبابنا. هناك أكثر من 220 مليون و500 مليون سيكون عدد الناطقين باللغة الفرنسية في عام 2050. نحن نواجه تحديا كبيرا. أولوياتنا هي أيضا هي أولويات الجهات الكبرى العالمية التي تريد أن تستغل وتهيمن على هذه الأسواق المواد الأولية، ولا يريدون تقديم أي هدايا لا للمغرب ولا أفريقيا ولا لفرنسا. وبالتالي إذا أردنا أن نواجه كل التحديات التي ذكرتها، التحدي المتعلق بالمنافسة، بالدمج في مجال الطاقة والمجال الرقمي والبحث في المجالات الرئيسية كالذكاء الاصطناعي، في هذا المجال علينا أن نقوم بالاستثمار بصورة كبيرة في التدريب والتكوين وتطوير أنظمتنا التعليمية والتبادلات التعليمية، وأن نقوم بالتكوين والتأهيل في جميع المجالات الحاسمة. نحن قررنا خلال هذه الزيارة أن نذهب إلى أبعد من ذلك، وأن نقوم بإجراء شراكات أكاديمية جامعية فيما يتعلق بمهن الصناعة والصحة والرقمي في المجال الرقمي، وأيضا الزراعة والأغذية. هذا مهم جدا للأمن الغذائي في بلدينا وللقارة. في كل هذه المجالات أي نستطيع أن نقوم بتأهيل المؤهلات والطاقات حتى يستطيعوا أن يسافروا وأن نحتفظ بهم. هذا تحدي أساسي، وبالتالي فإن هذه الشراكات المستقبلية يجب أن يكون ملؤها الاحترام. هذا أمر ضروري بالنسبة لشبابنا. في نفس الوقت علينا أيضا نقوم بإرساء الأسس من أجل التنقل، ولا سيما في مجال البحث والمشروعات وخلق فرص وخلق الشركات والمؤسسات. مبادرات مرحبا بها اتخذت في الأشهر الماضية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم العالي الفرنسي. المغاربة يحصلون على تأشيرات للانتقال، ونحن نستمر في هذا العمل مع المغرب للقيام بمثال نموذجي من أجل الاستفادة من ذكائهم في مشروعات مشتركة. إن التاريخ واللغة وهذه الأسس التي تم إرساؤها منذ قرون كلها تشكل أسسا ومحاسن بالنسبة للأجيال القادمة. علينا أن نكون صريحين مع أنفسنا. إن لم نعمل في هذا المجال، أي إن لم نعمل في إطار طموح بخاص شبابنا، فكلانا سنخضع لنداءات البلدان الأخرى التي ستأخذ كل هذه المواهب ومواردنا وتساهم في تضعيف شراكتنا، وبالتالي لأننا لم نستطع أن نستفيد من تلك القيم. كل هذه المجالات ما أدعو إليه وما أتمنى في كل هذه المجالات التي ذكرتها، أتمنى أن هذا الكتاب القادم لمستقبلنا كما ذكر العاهل محمد السادس، نتمنى أن تكون لدينا طموحات كبرى بغض النظر عن بلدينا. نحن نريد كتابة صفحة جديدة من أجل المستقبل وتطوير القارة الأفريقية. نعم، خلال كل العقود الماضية فرنسا والمغرب بقيتا صديقتان في فترة الاضطرابات، وكانت فرنسا دائما إلى جانب المغرب في المسائل الوجودية التي واجهها المغرب. وأفكر هنا وبشكل أساسي فيما يتعلق بالصحراء الغربية. ففي هذا المجال أنا أردت باسم فرنسا أن أوضح رؤيتي من خلال إرسال رسالة إلى الملك محمد السادس في 30 من تموز يوليو الماضي، وأنا أؤكد على ذلك أمامكم. بالنسبة
لفرنسا أن حاضر ومستقبل هذه الأراضي تأتي في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل هذه المسألة، وخطة الحكم الذاتي لعام 2016 هي الحل الوحيد لهذا النزاع وفقا لمفاوضات الأمم المتحدة. نعم، في إطار تاريخ احترام هذا الموقف هو الموقف الذي ستسعى فرنسا لتنفيذه، والتي ستقف فرنسا إلى جانب المغرب في المحافل الدولية. وأقولها هنا بأن هذا الموقف ليس في عداء لأي شخص. هذا الأمر يسمح بفتح صفحة جديدة من أجل التعاون الإقليمي في المتوسط مع بلدان المجاورة للمغرب ومع الاتحاد الأوروبي. وأريد هنا بكثير من القوى المشغلون الفرنسيون والشركاء الفرنسيون سيواكبون تطوير هذه الأراضي من خلال الاستثمارات. مبادرات مستدامة لصالح السكان المحليين. بين المغرب وفرنسا إنه تاريخ بين أيدينا، تاريخ منفتح نحو أوروبا ومنفتح نحو أفريقيا. وأعتقد بأن هذه الرؤية شاطرها الملك محمد السادس. إن الحوار بين القارتين من شأن أن يفتح طرق جديدة، ليس فقط الهروب والهجرة غير قانونية. وفي الاتحاد الأفريقي نريد أن نقول أن نؤكد بأن أفريقيا هي قارتي وهي منزلي كما قيل. ولذلك فإن هذه الشراكة التي نريد أن نعززها، وهذه الشراكة التي أنا أؤمن بها إيمانا عميقا، الكل يدرك بأن القارة الأفريقية هي القارة التي سيتم تحديد مستقبلنا فيها بالتعاون مع أفريقيا، حيث منظار الماضي قد تغير. علينا بالتعاون مع الدول والمغرب مع تاريخه وجغرافيته وثقافته ورؤية قادته. المغرب يؤكد على مصيره كهمزة وصل، كمنصة، كطريق فريد، إن استقراره واستدامته هي ميزات نحن نقر بها، وبالتالي من شأنها أن تفضي إلى مباراة مشتركة. ولذلك فإنني أؤمن إيمانا عميقا بأننا معا علينا أن نعمل وأن نشرع وأن نستطيع أن نستلهم من بلدكم ومن عملكم في الصحراء وفي الساحل. نعم، في هذه المنطقة نحن بحاجة إلى استقرار يحترم الشعوب ومشروعات لصالح الشباب، هي وحدها ستسمح بالاستقرار، ومن شأنها أيضا أن تضع حدا لطرق المأساة والإتجار من خليج غينيا إلى ليبيا التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أنا أعول كثيرا على هذه الاستراتيجية الجديدة التي فيها نستطيع أن نعمل في هذه المنطقة، حيث فرنسا بكل تواضع تسعى إلى بناء شراكة استراتيجية جديدة تم اتهامها ظلما في هذا المجال. هي واجهت بعض الخلافات وساهمت في إبقاء بعض الدول ضد
وأنا أتذكر هنا لأطفال بلدنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقرار منطقة الساحل في مالي وفي مناطق أخرى. نعم، هذه الشراكة الجديدة مع أفريقيا ومع هذا الجيل الجديد الذي نريد بناءه في الصحراء وأيضا في منطقة الساحل في مجال الزراعة والمشروع للطاقة والمجال الرقمي. نعم، هناك محاور في هذه المجالات نستطيع بناءها معا، بناء جسور الطاقة التي تحدثوا عنها، التأكيد على سياسات الأمن الغذائي، وغدا سنعمل في هذا المجال ونحن شركاء أصلا في هذا المجال من خلال كامبوس مع المغرب ومع أيضا الأكاديمية المستقبلية للمياه، ونحن في الخطوات الأولى لهذه الثورة القادمة. وأريد أن أشيد بالدور الإيجابي في هذه الشراكة لبلدكم، هذا البلد الدور الذي يطلع بلدكم مع الجوار من أجل التأكيد على العلاقات الثنائية ومستقبل هذه العلاقات الثنائية وتحقيق هذه المشروعات الطموحة. أنا اقترحت على الملك محمد السادس أن يكون هناك إطار استراتيجي جديد بين المغرب وفرنسا يمكن التوقيع عليه بعد 70 عاما من اتفاقات سان كلو في إطار زيارة دولة يجريها إلى فرنسا العاهل المغربي محمد السادس، وهو وافق على ذلك. مع العاهل المغربي نريد أن يكون هناك لجنة مشتركة من أجل تقديم أفكار اعتبارا من الفصل الأول لعام 2025 لإيجاد الملامح الأولى، وبالتالي المغرب وفرنسا سيكونوا أول بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. نحن ننخرط إلى بهذه القوة في هذه المجالات، وبالتالي ستكون أيضا فرصة بأن هناك قيم مشتركة تجمع بيننا، وهذا الاتفاق من شأنه أن يقوم بحشد المؤسسات والشباب والمواهب من البلدين حتى تكون ضامنة لما نقوم بالتوقيع عليه. وهذا أمر أيضا سيسمح لنا بتسليط الضوء على تضامننا وأن نقوم بتوفيق أصواتنا على المسرح العالمي. وفي هذا المجال نحن نتوجه إلى شرق المتوسط، في هذه المنطقة من الشرق الأوسط التي هي غنية وقريبة بالنسبة لفرنسا والمغرب، واليوم هي تعيش في متاهة مع كل التداعيات المأساوية. في 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 شكل هجوما همجيا قامت به ضد إسرائيل وضد شعبها، وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن شعبها ضد هكذا تهديد. إن فرنسا فقدت 48 من أبنائها و2 من بين الرهائن المتبقين في غزة، ولكن ليس هناك أي شيء يبرر هذه الحصيلة في الأرواح البشرية في غزة ومن المدنيين. ولذلك يجب أن تكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة. وإن فرنسا من فكت تطالب بذلك منذ شهر نوفمبر الأول الماضي من أجل تحرير الرهائن وحماية السكان والسماح أخيرا بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. في لبنان أيضا يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار، وقف الأعمال العسكرية. نحن نعمل على ذلك منذ عدة أسابيع بالتعاون مع الشركاء الأمريكيين وآخرين، ولذلك وفقا لهذه الرؤية أنا دعوت إلى وقف الصادرات العسكرية إلى لبنان وإلى مجلس وقف الحرب في لبنان وغزة. وبالتالي إن فرنسا تدعم أن نسمح للشعب الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني أن يحصلوا على آمالهم بالأمن والسلام، وأن يستطيع جميع النازحين العودة بأمان إلى منازلهم.
أنفسهم. تعرفون التمسك التاريخي لفرنسا بحل الدولتين. علينا أن نقوم بإعادة إطلاق هذه المبادرة الرئيسية من أجل إدراج السلام في أجل طويل الأجل في المنطقة. أنتم تعرفون التزامنا الذي لا يتزعزع في مكافحة معادلة السامية في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم. إن هذا الالتزام هو التزام لا يتزعزع، وأقول ذلك في إطار زيادة الأعمال المعادية للسامية. وأعرف أيضا بأن هذا العمل أيضا هو من إرث المملكة المغربية. نستطيع أن نعمل معا من أجل حماية التماسك المجتمعي والقيم التي نتمسك بها. في هذا التحدي المغرب من شأنه أن يقدم الكثير. أريد هنا أيضا أن أشيد بعمل جلالة الملك محمد السادس، وهو أيضا رئيس لجنة القدس، وعلى التزامه الشخصي من أجل تقديم المساعدة الإنسانية السريعة للشعب الفلسطيني واللبناني الذين هم بأشد الحاجة إليها. وأحيي أيضا حشد جهوده وحشد جهود المغرب من أجل خفض التصعيد والعودة إلى الحوار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية في هذه الفوضى الحالية، حيث هناك المتطرفون من كل طرف. المغرب يحمل صوتا قويا وفريدا. هذا يبدو لي طريق العدل. نعم، طريق عادل يذكرنا بالتزاماتنا وقيمنا المشتركة، ويدعون إلى الوصول وتقديم الأمل إلى هذه المنطقة وإلى هذه الشعوب التي لا تملكها اليوم. أنا أعرف بأنه في باريس وفي الرباط نحن نتشاطر الهم نفسه ونعمل في الاتجاه نفسه. السيدات والسادة البرلمانيون، أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الرؤية البصيرة والمتبصرة للملك محمد السادس والإنجازات التي قام بها خلال السنوات 25 من تعليه للعرش هي تدعونا إلى التوجه نحو المستقبل. وحسب ما فهمتم هذا يعني بأننا معكم، وإلى هذا ما أردت القيام به إلى جانبكم ومعكم. نتمنى أن تكون زيارة الدولة هذه أن نعمل من أجل كتابة هذا الكتاب الجديد، وتسمح لبلدينا بالتقدم بتصميم في هذا القرن غير اليقيني، ومن أجل التأكيد على صداقتنا. لعلنا نكون على مستوى هذا الطموح مستندين على تاريخنا وعلى شبابنا. عاشت المملكة المغربية وعاشت فرنسا. إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، السيدات والسادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس، السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة المحترمون، السيدات والسادة البرلمانيون والبرلمانيات المحترمون، إنه لمن دواعي الاعتزاز أن أتقدم إليكم فخامة الرئيس بصادق عبارات الشكر والامتنان لما ورد في خطاب فخامتكم اليوم أمام ممثلي الأمة، والذي يشكل شاهدا نوعيا لما تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية
من زخم قوي بفضل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامتكم. ولا شك أن زيارتكم فخامة الرئيس تكرس استثنائية علاقتنا الثنائية الضاربة في عمق التاريخ والقائمة على أسس متينة من الحوار والتبادل الإنساني والثقافي ودينامية اقتصادية وتجارية متنوعة ومتجددة بآفاق أرحب للازدهار والنماء المشترك للبلدين والشعبين الصديقين. فخامة الرئيس، إن المصير المشترك لبلدينا يملي عليهما مواصلة بناء المستقبل بكل ثبات وثقة، مستقبل يرقى إلى ما يجمع الشعبين المغربي والفرنسي من وشائج وروابط قوية تزداد متانة وتماسكا بالإرادة الصادقة التي تحدو القيادتين في البلدين، وعملهما الدؤوب وحرصهما الأكيد والمتواصل من أجل توطيد الشراكة البناءة وروابط الإخاء والصداقة والتعاون المتعددة في ظل الاحترام والتقدير المتبادلين. وفي هذا السياق المشرق للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا الصديقة، والذي شهد البارحة التوقيع على إعلان مشترك من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وفخامتكم، قرر من خلاله جلالته حفظ الله وفخامتكم تدشين مرحلة جديدة من تاريخ طويل المشترك بين البلدين الصديقين عبر الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى شراكة استثنائية وطيدة. ومن موقعنا الدستوري، وإذ نعبر عن ترحيبنا القوي بمضامين هذا الإعلان التاريخي، فإننا نعرب عن استعدادنا الدائم لإيلاء البعد البرلماني ما يستحقه من عناية واهتمام وانخراط لمواكبة المجهودات المبذولة في هذا الإطار، لا سيما عبر الدبلوماسية البرلمانية قوامها المبادرات والحوارات البرلمانية البناءة، بما يعزز التفاهم المتبادل والتعاون في القضايا المشتركة. فخامة الرئيس، إننا كممثلين للأمة نود أن نشكر لفرنسا موقفها التاريخي من قضية الصحراء المغربية، والذي كان موضوع إشادة ملكية سامية في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية. إن هذا الموقف التاريخي الصادر عن دولة عظمى، العضو الدائم بمجلس الأمن والفاعل المؤثر في الساحة الدولية، والذي يعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، ينتصر للحق والشرعية ويشكل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي لحل نهائي لهذه القضية وفق مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. فخامة الرئيس، إن يقيننا الراسخ بأهمية العلاقات الاستثنائية والنموذجية والرصيد التاريخي والبشري الذي يجمع بلدينا لا يوازيه إلا إيماننا القوي بكون زيارتكم الموفقة لبلدنا ستشكل بالفعل إضافة نوعية جديدة إلى السجل المشترك للزيارات الملكية والرئاسية المتبادلة التي تجسد عمق وكثافة العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين. مرحبا بكم مرة أخرى فخامة الرئيس في المملكة المغربية. عاشت الصداقة المغربية الفرنسية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كما شاهدت بخطاب تاريخي للسيد إيمانويل ماكرون داخل البرلمان المغربي. وأحسن لقطة في هذا الخطاب هو الاعتراف بمغربية الصحراء وانفجار قاعة البرلمان بالتصفيق على فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. لكن